كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة بسعادة. الله يسعدكم يا رب. لا تنسون قبل لا نبدأ وش تسوون؟ تذكرون الله وتصلون على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين ويشفي كل مريض يا رب، ويحقق لكل أحد اللي يبيه وينجح كل أحد بحياته. يلا بسرعة، اللي يبي يجيب شيء ياكله، اللي يبي يجيب شيء يشربه، عشان اليوم القصة حماس حماس حماس. ولا تنسون إذا عجبتكم القصة تضغطون على زر اللايك وتتركوا لي كومنت حلو زيكم. أنا معكم مون لايت أو ضوء القمر، راوية قصص. أتمنى من جد أكون سبب لإدخال الأمل والفرح والسعادة، أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم بهذه الدقائق، وإنكم ما تطفشون وإنكم تستفيدوا وأقدم لكم الإفادة بكل شيء حلو يا رب. بس يا حبايبي بدون ما أطول أكثر من كذا، وش نقول دايم، يلا بسرعة نبدأ بقصة اليوم. جماعة لا تنسون الله يسعدكم تدعون لإخواننا وأخواتنا بفلسطين وبالوطن العربي كله، من جد من جد بالوطن العربي كله. الله يفرج هم كل مهموم وينصرهم يا رب العالمين. أنا غرام جاية أقول لكم قصتي. خلوني أعرفكم عن نفسي شوي. أنا يا جماعة من لما جيت لهذه الدنيا وأقدر أقول لكم إن أنا موجودة بعائلة، والله من جد ما أدري وش أقول عن هذه العائلة. هل هذه العائلة طبيعية؟ يعني من جد هل هذه العائلة اللي أنا أعيش فيها أمي وأبوي خواتي وأخواني طبيعيين؟ أنا ما أدري. شوفوا أنا صراحة ما أكذب أبد، أنا كنت إنسانة أقل جمال عن باقي كل خواتي. يعني كان جمالي جدا جدا عادي، مرة بسيط صراحة. وكانوا كل البنات يشبهون جمال أمي، إلا أنا صراحة ما كنت أشبه جمال أمي. حتى أبوي كان مرة وسيم صراحة. ما أدري كيف أنا هذه الدرجة من الجمال. صراحة كنت دائما أسأل نفسي يا الله من جد لما كان أحد يعرف إن ذول خواتي وإن أنا أختهم يطالعوا فيني وفي لهم، هذه أختكم متأكدين من نفس الأم من نفس الأب. ويا الله تخيلوا وش كنت أسمع، والله العظيم من جد أسمع عبارات زي وجيههم. تخيل واحدة تقول يا الله ليكون أحد جاء على أمها وهي حامل، إيه هذه شكلها استغفر الله تسخطت على الحمل والمدري وش صار فيه عشان تجيب هذه البنت، هذه ما أدري وش. مع إني من جد يا جماعة والله شكلي مرة عادي. صح أعترف إن جمالي ما هو زي خواتي أبد، بس أنا عادية مرة عادية. صح إني مو بذاك الجمال بس عادية. يحسوني إن في طالع من نص راسي، إن وجهي ظهري، أنا ما أدري وش فيني. المهم هذا الكلام كان يا كثرة من جد لما تقدروا تقولوا إن أنا ما صرت أتأثر بهذا الكلام أبد. وأنا ما كان عندي مشكلة مع كلام الغريب. يا الله صدق من قال القرايب عقارب من جد. يا إن كانت كل واحدة أخبث ولئيمة أكثر من اللي قبله، إذا كانت عمتي، إذا كانت خالتي، إذا كانت مدري منو، كلهم والبناتهم متوارثات هذا الخبث وهذا اللؤم كله. ما كانوا يتركون الحال، لدرجة إني من جد صرت أكره الديرة بشكل ما تتخيلونه. يا الله لما أبوي يقول لي إحنا راح نروح الديرة، ليش من جد نروح الديرة؟ كانت خواتي كلهم يستانسون. أسمع إحنا كنا بقبيلة، أصلا قبيلتنا عادي مرة إحنا نتزوج من برا القبيلة إذا تبين تتزوجي أحد من القبيلة، أو بمعنى أصح إذا هو يبي يتزوجك وأنتي وافقتي ولا لا. كل هذا الأشياء عادية. المشكلة مو هنا، المشكلة إن أبوي كان رجال مرة قديمين، لازم كل بنت تتزوج. يعني مثلا الكبيرة مستحيل الأصغر منها تتزوج قبله، مستحيل. يا الله من جد وش يصير. المهم احنا كنا 5 بنات وأنا كنت الثالثة اللي بالنص، هذه المظلومة دايم، لا إن أكبر واحدة ولا إن أصغر واحدة. المهم أول واحدة تزوجت، لأن ما شاء الله تزوجت يمكن بنت 18 بنت 17 مرة صغيرة. اللي بعدها تزوجت ما شاء الله كمان مرة صغيرة. جاء علي أنا الدور، صار عمري 16 17 18 19، يعني بهذه الفترة. يا الله أمي ما تركت أي زواج، أي ملكة، أي حفلة، أي تخرج، أي شيء من جد، أي شيء، أي عزيمة اللي لازم تاخذني معها غصب، أبي ما أبي. يا الله كانت تكشخني ذيك الكشخ صراحة. بس برضك يعني المشكلة مو هنا، المشكلة كانت أمي مو تاخذني معاها أنا بس، لا كانت تاخذ معاها كمان خواتي صغيرات. كانوا كلهم طبعا يبون يخطبون هذوليك البنات الحلوات المدري وش شكلهم. أنا أعوذ بالله تجي تقول لهم لا والله ما يصير، لازم اللي أكبر منه تتزوج. تقول له طيب وين الأكبر منه؟ تطالع فيني تقول إيه ربي يسعدها يا رب، ربي مدري وش، وتركض. يا الله أنتوا متخيلين من جد كيف نفسية بنت مراهقة؟ قسم بالله أنا لو ما كنت أخاف ربي لكنت كلمت شباب، لا صرت راعية شباب أو صرت أسوي أي شيء. تخيلوا هذا الضغط كله، لجأت لأمي ولجأت لأختي ولجأت للبنت. ما كان في أحد ينفع، ما كان في أحد يقدر يقول لي هذه الكلمة اللي من جد تريحني بعد عني هذا الضغط كله. لدرجة إني من جد صرت أتواصل مع دكتورة نفسية، بس يعني أتواصل تعرفون يعني مو أروح عندها المكتب أو ما أدري العيادة ولا ما أدري وش اسمها، لا ما كنت أروح عندها. كنا نتواصل عن طريق اللاب. تعرفون كيف اللي تعرفون في جلسة أفتح اللاب على هذا الموقع نتكلم وكذا. صح صراحة ما أكذب يعني فادتني شوي، بس والله من جد وأنا أقسم إن ما في شيء فادني أكثر من دعاء.
يا إني كنت خلاص مثلًا أرجع من العزيمة وأنا مرة معصبة وخلاص راح أبكي، عيوني خلاص صارت متنفخة ومحمرة من كثر البكا، وأمي تطالع فيني أحيانًا تقول لي خلاص لا تزعلين، أحيانًا تكون هي خلاص من كثر الضغط اللي فيه ومن كثر حرتها تقول لي كلام من جد يأذيني أكثر. كنت أسفة هذا كله، مو أسفة، أكون وصل حدي منه أصلًا، وأروح أنطر لين الكل ينام، أصلي، أتوضى وأصلي وأبكي يا الله يا إني أبكي وأنهار وأقول يا رب عوضني، يا رب أنا راضية، أنا راضية بشكلي بس هم ما يرضون، ذولا البشر اللي أنت خلقتهم اللي ما رضوا بالشكل اللي أنت رزقتني فيه له، أنت تقدر تسوي فيه لهم كذا، بس أنا يا رب يا رب أبيك تعوضني، وأبكي وأبكي والله إن كنت أرتاح لأني من جد كنت أطلع كل حرتي. وبعد لما أصلي وأدعي كنت آخذ دفتر مذكراتي، أدري مرة قديمة هذه السالفة، بس أنا ما كنت حتى الآيباد وكذا ما كنت أكتب عليه أو التابلت، لا أبد، كنت آخذ دفتر وقلم وكنت أكتب صار معي اليوم كذا وكذا 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 وكذا، وكنت أطلع كل حرتي، مع إن يدي كانت تعورني يا الله، يدي كانت مرة تعورني، بس كنت أكتب خلص أطلع كل حرتي. والله إني كنت أرتاح وكنت الشيء سبحان الله كأن ربي عوضني. شوفوا صراحة أنا كل خواتي مرة كسولات يا الله، بليدة كلهم، كل واحدة أبلد من اللي قبله، من جد بلادة ما هي طبيعية، كل واحدة كسلانة وكل واحدة ما تهتم بالدراسة، أنا براسهم خلاص أنا جميلة وراح أتزوج، إلا أنا مصممة على الدراسة، لازم أدرس ولازم أجتهد. والله يا جماعة إن كنت أحس ربي يعوضني بحبي بالدراسة، إني كنت أحب الدراسة ومرة مجتهدة وأتكرم أروح، تخيلوا أروح الوزارة أتكرم، مو بس تكريم بالمدرسة، لا بالوزارة، يا الله هذا الشيء يا إنه كان يبرد قلبي. وكنت أروح لأمي أقول لها يوم شفتي كيف، وكانت صراحة أمي الشيء المميز بأمي إنها كانت مرة تحب الإنسان المتعلم، تحب الإنسان اللي يحب يثقف نفسه، تحب الإنسان الجامعي، ما تحب الإنسان بس اللي يقعد ببيته ما يبي يذاكر، مو إن الظروف هي اللي أجبرته، لا هو اللي ما يبي يذاكر، هو اللي ما يبي يروح يدرس، هو اللي ما يبي يروح يتعلم. كانت تكره الإنسان الكسول، كانت تتفاخر فيني ذاك الشهر، يعني مثلا شهر 9 مثلا رحت تكرمت بالوزارة، طول شهر 9 يا إن تروح هذه العزومة وتتكلم وتتفاخر وهذه بنتي وتكرمت والأولى على المدرسة والأولى أنا من جد كنت أحيانا أولى على المدينة كلها، كنت أقول الحمد لله. بس المشكلة مو هنا، المشكلة إني كبرت ودخلت الجامعة، خواتي كبروا وصاروا عمرهم 15 و16 و17 وكثروا العرسان صراحة مرة، صاروا مرة كثيرين، وكان أبوي يرفض مستحيل لازم تتزوج البنت الأكبر، أمي بعد لأن صراحة أمي كانت تدري إذا تزوجت البنات الصغيرة أخاف من جد ما حصل عريس لهذا الكبيرة. لين سمعت هذه الكلمة من أختي الصغيرة والله إن عورتني لدرجة يا الله أسأل من الله ما في أحد من جد ينجرح هذا الجرح أبد. هذه أختي كانت تقريبا عمرها 17، أقول لكم أصلا الفرق بين 4 سنوات 5 سنوات، يعني مو هذه السنوات اللي يا كبر لا أبد. المهم كنت راجعة من الجامعة لأني الحمد لله كنت كلية طب، دخلت البيت، دخلت هذا اليوم لأني دائما متعودة أرجع بموعد معين، بس هذا اليوم رجعت بموعد قبله لأن ما كان عندي محاضرة وكنت أنا أسوق. المهم دخلت وما في أحد حس فيني، وكانوا البنات رجعوا من المدرسة وما أدري وش سووا. المهم سمعت أمي تتهاوش مرة مع أختي ما أدري وش فيه، بس سمعت من أختي هذه الجملة اللي قلت لكم إنها مرة عورتني، قالت أسمع يما ترى أنا كبرت وأخاف من جد ذوليك العرسان كلهم كل أحد يجي أحسن من اللي قبله وأنت ترفضون بسبة أختي. أنا إيش دخلني الأختي شينة، أنا إيش دخلني الأختي ما عندها عرسان، إيش دخلني الأختي ما في أحد يبيها، أنا أبى أتزوج، أخاف من جد أوصل مرحلة أختي ما في أحد يطالع بوجهي، ترى أنا طفشت خلاص، هذه البنت ما تبي تتزوج، هذه البنت راح تخليني عانس، هذه البنت من جدها راح تخليني أقعد جنبه. تخيلوا أنا أسمع هذا الكلام من أختي الصغيرة، ترى من جد ما ألومة، يعني بالنهاية هي صغيرة، يعني دحين على الأقل ما ألومة، وقتها يا الله يا الله إن هذا الكلام وش أقول لكم، بس وش أقول لكم تعرفون والله العظيم كأن في جرح أنت تفتحون هذا الجرح مرة ثانية، وأنا قاعدة أسمع وماني مصدقة. أمي تتهاوش معها تقول لي يا بنت أنت ما تستحين على وجهك، ترى هذه أختك، أعوذ بالله ترى أنت من جد قليلة الأدب، المفروض تقولي أنا ما راح أتزوج إذا أختي الكبيرة ما تزوجت، مو إنك تجب وش يا قليلة الأدب هذا الكلام. أنا لما كنت بعمرك ما كنت أتجرأ أصلا أجي أتكلم مع أمي وأقول لها هذا الكلام، كنا نتزوج حنا ساكتين، مو هذه قلة الأدب. أسمعي قسم بالله إذا عرفت أو دريت أو بس حسيت إنك قلتي كلمة واحدة من هذا الكلام قدام أختك والله ما تشوفين أي شيء خير بعد هذه اللحظة. أسمعي أختك أشطر منكم كلكم، أختك أكثر واحدة تساعدني بالبيت، أختك أكثر واحدة تسمع كلامي بالبيت، وجع بوجيهكم إذا كانت أنت أو أختك أو حتى خواتك اللي تزوجون، ما في أحد منكم يساعدني زيها، ما في أحد منكم شاطر زيها، أحمدوا ربكم من ربي رزقكم هذا الجمال، بس هي ربي أعطاه العقل اللي ما موجود واحدة فيكم. أسمعي والله العظيم وهذا تنبيه إذا عرفت
إن البنت دارت بشيء أو قلتي لها كلمة واحدة أو حسيت إنها بس زعلانة مو بكت، لا هذا البكا راح أجلدك بسبته. تيلا بأي كلام من كلامك هذا الماسخ قليلة الأدب يلي ما تستحين والله راح أوريك، قلع يلا من وجهي. أنا على طول لما سمعت هذا الكلام اتدسيت، ركضت لين باب الشقة وقعدت أنطر لين أختي دخلت الغرفة، لأن أصلا باب الشقة كان مو مندس، الغرفة اللي كانوا يتكلمون فيها كانت بعيد عن باب الشقة. وفتحت الباب وسكرته ودخلت وقلت كيفكم وش مسويين وش أخباركم، ومرة عادي أمي تجي ترحب فيني كيفك قلبي وكيفك وش مسوية، أنا عادي ولا كأن في شيء. دخلت وقلت لها إيه الحمد لله. طيب أسمعي أنا ماني قادرة آكل أبد، الله يسعدك أنا راح أدخل أتروش وبعدين أنام. طيب قالت طيب يا قلب الله يسعدك. رحت يا الله، وترى أبد ما أنصح أي أحد، بس والله من كثرة الضيق اللي كنت فيه من كثر حرتي بكيت بالحمام بكيت. يا الله الحمد لله كنت محصنة نفسي، يعني نصيحة ما أحد يسويها أبد، بس ما كان عندي أي مكان أبكي إلا بهذا المكان. المهم تمر السنوات وأنا بس أدعي، قسم بالله يمكن صار لي أدعي ما أدري كم، أقول لكم من لما كان عمري 16 15 وأنا أدعي بهذه الدعوة، وأنا أدعي يا رب عوضني يا رب عوضني يا رب رزقني بالزوج الصالح. لين أبوي جاب مرة وهو مرة مستانس، يا الله إنه مستانس بشكل. أمي قالت له وش فيك؟ قال اسمعي الخبر اللي كلنا ننطره، بنت غرام. قالت وش فيها؟ بسم الله البنت بخير لا تفجعنا على البنت. قال لا هذا الخبر كلنا ناطرينه. طالعت فيه، تخيل أمي كانت تطبخ أصلا، يعني كنت بالصالة كنت شايفة كل شيء، وأبوي من كثر حماسه ما انتبه لي أنا موجودة أصلا. أمي تركت كل شيء بيده وطلعت فيه، قالت لحظة وش هذا اللي دايم نتمناه؟ ما نتمنى لشيء واحد. طالع فيه تخيلوا هز راسه اللي هو إيه. طالعت فيه قالت تمزح فيصل تمزح فيصل، لا تمزح بهذه السوالف، ترى من جد راح أذبحك إذا كنت تمزح. قال يا حرمة هذا الكلام فيه مزح. أمي تنقص من مكانه وتقول تمزح البنت جاله عريس، بنت أحد يبيها من هذا، تعال قل لي حكيني السالفة كلها. دخلوا غرفتهم، تخيلوا أنا بالصالة هذا كله الكتاب بيدي قاعد أذاكر بالصالة، من كثر ما أنهم مرة متحمسين ما حد شافني من جدهم أنا إنسانة. والله طلعت في لهم وضحكت بصراحة ما أكذب عليكم، قلبي كان يرقص. منو هذا الرجال اللي طالع بوجهي؟ منو هذا الرجال من جد يبي يتزوجني؟ منو هذا الرجال من جد راح يترك خواتي الثنتين ما شاء الله ما في أحلى منهم، على الأقل أحلى مني، راح يجي يخطبني أنا. صراحة الحماس عندي كان مليار، بس كنت خايفة من جد. قلت يا الله هذا أكيد وش سالفته، بس قلت خلاص اسمعي توكلي وإن شاء الله ما راح يصير لك الخير يا رب، وكلتك أمري كله. وأمي تطلع من غرفتها أقول لكم وتبكي وتصيح والحمد لله. وش فيكم فتحتوا القدس انت ولا وشو؟ ايش فيه؟ ركضة على أمي قلت لها وش فيه؟ قالت الحمد لله جالك عريس يا قلبي الحمد لله راح تتزوجين. وخواتي الثنتين بالذات الكبيرة ترقص مكانها ترقص، الحمد لله راح نتزوج. تخيل يعني ما تقول الحمد لله أنا راح أتزوج، لا تقول الحمد لله راح نتزوج. والله من جد خواتي نذالة مليار من جد، ياخذوا أكبر جايزة بالنذالة. المهم صراحة سفهت من أختي قلت لها طيب يومه منو هذا العريس وش مواصفاته؟ قالت اسمعي هو إنسان زوجته متوفية وعنده بنوتة صغيرة. طلعت فيه قلت لها من جدكم؟ يعني بس أنا لساتني صغير نتزوج رجال عنده بنت، ما أدري كنت قد هذه المسؤولية ولا لا. من جد كنت خايفة مرة من هذه المسؤولية يا جماعة، من جد لا تستهبلون، ترى هذه بنت ما أدري إذا كانت راح تحبني ولا لا. قلت لهم طيب كم عمر هذه البنت؟ قالوا يا قلبي 2 3. يا جوابك أصلا ما تفهم شيء بالعالم كله. أنا صراحة ما أكذب كنت مرة أحب الأطفال، بالذات لأن أنا أعتبر اللي ربيت خوات صغيرات. أبوي يتكلم ويحاول يقنعني يا بنت الحلال يا قلبي ترى ما راح تحصلين لهذا الرجال. ولما من جد مرة خفت قالوا طيب لا تخافين راح تشوفينه بالشوفة وتقعدين وتتكلمين معاه وإن شاء الله كل شيء راح يصير بخير. قلت لهم طيب. جات الشوفة من جد، دخلت وشفته، طبعا استخرت قبله، شفته وقعدت أتكلم. إنسان عاقل، إنسان يعني تعرفون يعني مو هذا الشاب لا رجال مرة عاقل ويتكلم بالعقل. يعني صراحة ما في حب، كلم وكان إنسان جدا صادق بكلامه إن أنا أبي إنسانة محترمة تربي لي بنتي وأنا مدري وشو. قلت لا طيب إن شاء الله يصير خير، وتركته وقعدت أفكر. وبالنهاية قررت بعد استخارة وإني ارتحت، بالذات لأن سبحان الله أنا ما أدري يومها ما أدري الإحساس اللي حسيته. المهم وفقت وتم الزواج ورحت بيته. المهم بدأت مثل ما يقولوا من جد فصل جديد مرة بحياتي، إني متزوجة وما أدري المفروض وش تكون مسؤولياتي. يعني أنا أصلا بالجامعة، عرفتكم الآن أصلا بالجامعة، يعني تقريبا بقالي إني أتخرج سنة، تقريبا سنة وكم شهر. المهم مرت فترة بس أحسه الرجال ما يحبني. الرجال من جد حصل عروسة مرة كويسة زينة، ما مهم حتى الجمال، لدرجة إنه هو ما اهتم عندي خوات أجمل مني، لأني متأكدة لما نسأل عند أي بيت إنهم قالوا لا إن خواتها صغيرات أحسن منا وأجمل منا مليار مرة. وبدأت أتقرب شوي صراحة من بنت الصغيرة، لأني يا الله إنت كنت خايفة البنت تحبني ولا لا. بس سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حط بقلبي كمية حب لهذا البنت من جد كأنه
بنتي، لدرجة إن هي لما كانت مثلا تغلط أو كذا كنت أنا أدس عن أبوها، كان يقول من سوى هذا الشيء كنت أقول له أنا، بس مو معنى كذا إني أدلعها وخليها بس تغلط وعادي، لا، التربية الصحيحة لما نسوي شيء خطأ أعاقبه، بس أعاقبه بشيء مناسب لعمره، شيء ما يخلي البنت تنجرح. والدلال والدلع كله أقول لكم قضيت معاها 1.5 سنة، أحلى 1.5 سنة بحياتي، وكنت ألعب معاها وكنت أستانس. كنت أحيانا من جد الرجال ما شاء الله ما شاء الله غني ما شاء الله تبارك الله من جد، أنا استغربت يعني ما شاء الله بهذا الغنى كله، ما عنده قريبة يبي يتزوجها، ما عنده أي أحد، بس قلت بالنهاية هذا نصيب. المهم كنت كل لما ألعب من جد واستانس ومرة أتحمس أطالع أتفاجأ إنه هو رجع من دوامه ويطالع فيني أنا وبنته ويضحك، ومرة من جد يجي ويلعب معانا. حسيت من جد الحنة أسرة، بس ما في حب. يعني ما أدري كيف أقول لكم، ترى أنا مو ذيك شخصية رومانسية ومدري، لا لا أبد، أنا إنسانة جدا واقعية. كنت مرة راضية بحياتي، وهذه حياتي باختصار مع زوجي. أنا قلت لكم اسم زوجي ولا لا؟ اسمه سعود. المهم سعود هذه كانت حياتي باختصار معاه لأني تخرجت. طبعا بسبة الآن الحمد لله كنت مرة متفوقة، على طول الوزارة وظفتني أحسن مستشفى الحمد لله، لأني كنت متحمسة. تعرفون صراحة يعني الدكتور شوي بطبيعة الحال يعني شغله شوي مختلط مع أي أحد، مع الممرض، تعرفون كيف. المهم تمر فترة بدوامي وأتفاجأ بسعود موجود بالمستشفى. أنا ركضة عليه قلت له وش فيك أنت بخير؟ بسم الله عليك. طالع فيني قال لي بنت الحلال ما في شيء، عادي جاي أزورك، حرام أزورك؟ قلت له لا تزورني، ترى أنا بالمستشفى صار لي 3 أشهر، فجأة تبي تجي تزورني؟ قال إيه، وبالذات لأن بنتي كمان مرة تسأل عني. قلت له يا قلب كويس إنك ما جبت لهذا المكان، ما أبي نفسيتها تتأذى. طيب أسمع 5 دقائق وراح أكون عندك. المهم دخلت مكتبي، ما كانت بقى إلا مريضة يمكن أو مريضتين أنا ماني متذكرة. المهم الحمد لله خلص الدوام، أو بمعنى أصح خلصوا المرضى، وأنا تجهزت وطلعت، وأنا بطريق لسعود نادى علي دكتور قال غرام غرام. صراحة شوفوا صراحة هذا الدكتور كان دايم يستهبل، كنت أقول له دايم دكتور عشان يفهم، قولي دكتورة غرام. لا ليش تشيل الألقاب؟ ليش؟ أنت أخوي، أنت زوجي، أنت أبوي، ما أحب الناس اللي تشيل ألقاب. المهم التفت له بالذات لأني كنت ببداية الدوام، والله يسعده ساعدني مرة كثير. فأنا ما أدري كنت أستحي، وهذا غلط مرة خطأ، إني أنا كنت أستحي إن أقول له أستاذ، المفروض تقول لي دكتورة. بس قلت له إيه يا هلا وش تبي؟ قال لي كذا كذا كذا، وقاعد يكلمني ويمزح، وأنا خلاص تعرفون أسلك له إيه طيب خلاص مشكور. وإلا أحصل سعود يحط يده على كتفي، تعرفون كيف يضمني ويقول لي حبيبتي يلا، والدكتور يطالع فينا متفاجئ. تخيلوا الدكتور الوقح، يا الله ماني متخيلة، كان يبعد يد سعود ويقول أنت منو؟ طلعت فيه قلت له دكتور هذا زوجي. طالع فيه قال إيه طيب خلص مرة أعتذر وراح. ترى الدكتور نيته مرة صالحة، مو صالحة يعني الدكتور مرة تعرفون كيف يعني هو ما يحس بشيء تجاهي، بس إنه كذا تعامله. وأقول لكم سعود يشدني ويمشي فيني يقول لي مشي. أنا ما أدري وش فيه له، طبعا ما أقدر أتكلم، ما أقدر أتهاوش وأنا قدام الناس. خلاص قلت أسكتي لين أشوف وش يبي. قلت خلاص أسكتي يا بنت. أقول لكم نسيت الموقف، ما عرفت حتى ما فكرت ولا 1% ممكن بسبب هذا الموقف يعصب. المهم ركبنا السيارة وساق، أقول لكم وجهه مقفط، يعني وجهه مرة معصب، وأنا تعرفون اللي ما أدري أتكلم ولا لا. وصلنا البيت وطلعت وقلت خلاص ما في البنتي، كفت عليها الحمد لله أنها كانت صاحية. قعدت أمزح وأتكلم معاه وأنا ما أدري وش فيه صراحة، بس كنت خايفة. بس بالنهاية البنت نامت، قلت خلاص مصير ولازم أواجهها. دخلت غرفتنا وقال منو هذا؟ قلت له منو ذا؟ قال هذا الشخص اللي كان يكلمك بالمستشفى. قلت له إيه هذا دكتور كذا كذا، والله يسعدك كنت أتدرب معاه وما قصر معاي أبد. قال ما شاء الله، وأنتوا بالدوام تنادون بعض عادي وتضحكون وتمزحون لهذه الدرجة؟ قال لا سعود وش فيك، ترى يعني هو ما سوى شيء الإنسان، بس كان يتكلم معي بحالة مريض. قال ما شاء الله تتكلمون بحالة مريض وأنتوا تضحكون. طيب أسمعي هذا الكلام ما يتكرر. قلت له سعود مو أنا اللي تقول لي هذا الكلام أبد. طيب أنا صراحة وقتها قلت مستحيل إنه هو يغار علي، بالذات لأن زوجته كانت مرة حلوة، ما راح يغار علي أنا. قلت إنه هو ما يثق فيني، وهذا الشيء مرة قهرني. قلت له سعود مو أنا اللي تقول لي هذا الكلام أبد، أنا إنسانة محترمة، سألت عليك قبل ما تتزوجني وتعرف وش أخلاقي بالضبط. راح مرر هذا الموضوع بس عشان شيء واحد، أن يمكن هذا الدكتور من جد تجاوز حده، بس ما أسمح لك تتجاوز حدك أنت معي. تفهم ولا لا؟ لأول مرة يشوفني معصبة، لأول مرة يشوفني من جد كذا لي ردة فعل قوية. المشكلة هو ما ضايق، ابتسم. تعرفون ذيك البسمة؟ قال لي والله. قلت له نعم. قال ولا شيء، يلا تعال. قلت له وش فيه؟ قال تعال خلنا نتفرج على فيلم ونقعد. قلت له نقعد؟ أنا بعقلي كم صار لي متزوجة سعود، ما بحياتي قال لي هذا الكلام، هذا من جدة. المهم ثاني يوم جاء ورجعت الدوام، خلص انغمست بحياتي وكل شيء، لين مر يمكن 3-4 أسبوع يمكن أتفاجأ فيه قدام بالمستشفى. يا الله هذا وش به. المهم هذا اليوم كانت المستشفى مو حفلة مسوية، لا يعني تعرفون كيف كنا احتفال صغير وكذا. الاحتفال كيف أقول لكم ما أدري كيف، يعني المكان طبعا بعيد
بعيد عن المرضى، بس إنه مكان شوي قريب من المستشفى، وما هو ما أدري، المهم احتفال موجود شوي، بالذات لأن في دكاترة توظفوا بالمستشفى، سووا لنا احتفال كأنه ترحيب. المهم كل أحد طلع يتكلم، وأنا طلعت طبيعة الحال أتكلم ومرة مستحية وخجولة. المهم الرجال صفقون، وإيه الحمد لله من جد من جد. يمكن نظرتي دائما كانت للدكاترة إنهم ناس مرة صارمة، إنهم ناس ما يمزحون، إنهم ناس مرة جد ما يتكلمون ما يمزحون كذا. لا لا أبد، ترى طلعوا مرة ناس عادية زينا. ما أدري ليش كانت وجهة نظري كذا، بس ما أدري. المهم أنا طلعت وقلت كلمتي وكلهم صفقون زي ما قلت لكم. أنا خلاص ضمنت راح أتزوج دكتورة وكذا، وأنا تعرفون كلام مرة مزاح. نزلت مو علي أنا، لأن الكلام مو علي أنا، كانوا يطالعون بالبنات وكذا، وأنا ما أحب هذه الأجواء، بس قلت خلاص يعني إنه يوم يمر، بالذات أنا ما أحد وجه لي أنا كلام. نزلت وأنا نسيت أقول لكم شيء. أنا لما كان أحد يسألني أنا متزوجة ولا لا، كنت أقول لهم إن أنا متزوجة. يمكن عشان أنا وجهي شوي أصغر من عمري، يعني مثلا لو أنا 25 يبين من جد من جد إني 19 18 كذا. ما كان أحد أبد متوقع إني متزوجة، أبد أبد. ما كنت ألبس خاتم زواج ولا أي شيء. المهم نزلت خلاص، يعني قاعدة على الطاولة كنا نضحك ونمزح. تعرفون لما تحسون في أحد قاعد يطالع عليكم؟ من جد من جد حسيت بهذا الإحساس. وإل هذا سعود، بسم الله، هذا وشبه كنا سفاح، كنا قاتل، ما أدري وشبه، وبس يأشر براسه تعرفون تعال. قلت هذا وشبه. المهم رحت أبي أشوف وش فيه. قال يلا. قلت له وش هو يلا؟ قال يلا بدون كلمة تعال. قلت هذا وشبه، يا الله وشبه معصب مرة كذا، مرة ضايقت صراحة. أخذت أغراضي كلها ومشيت معه. هذه المرة ما سكت، قعدت أنطر لين البنت نامت، وأنا اللي بدأت بالهجوم. مو بالهجوم، إيش بأقوم بالهجوم؟ أقصد أنا اللي بدأت أتكلم. قلت له اسمع، أنت إيش سالفتك؟ أنت من جدك ما تثق فيني؟ أنت من جدك لهذه الدرجة إنسان ما عندك ثقة اللي قدامك إنك ما تثق فيني لهذه الدرجة؟ ليش تزوجتني أصلا؟ خلاص خلنا ننفصل. هذا يمسكني من يدي يقول لي أنت من جدك إيش اللي ما أثق فيك يا الإنسانة؟ أنت من جدك أنت زوجتي، ترى أنا أغار. طلعت فيه قلت له تغار على منو؟ قال يعني أنا متزوج أحد غيرك. قلت له أنت تغار علي أنا من جد. تعرفون اللي كيف أصلا ما بحياتك قلت إنك تحبني، ما بحياتك قلت له أنت من جدك أنا أدري ما تثق فيني. قال ما شاء الله من لك هذا الإصرار كله. قلت له أدري أنت إنسان ما بحياتك أصلا قلت لي إنك تحبني، وأدري راح تقول كل الرجال ما يقولون هذه الكلمة، بس على الأقل التصرفات تبين. قال لي أنت من جدك خبلة، أنت من جدك ما تفهمين يا بنت الحلال. أنا أصلا متزوجك مثل ما تقولين وسائل عنك، وأعرف مرة كويس وش هي أخلاقك، ليش أصلا أشك فيك؟ وأنا أبد ماني مقتنعة هذا الإنسان من جد يغار علي. معنى إنه هو يغار علي في الغالب إنه يحبني. مستحيل هذا الرجال يكون حبني، لا مستحيل. متى أصلا؟ مو متى ما بحياته، لا إنه مثلا قل لي هذه الكلمة، سوى تصرفات إنه أوكي هذا يحبني أبد. المهم سفتني منه وقعدت مرة متضايقة يمكن أسبوع أو يمكن أسبوعين. المهم عرفت الأخت الصغيرة راح تتزوج، والله من جد مرة استانست له. والبنت مرة لما رحت شفته من جد تبي تنقز من مكان ونقول أخيرا راح أتزوج. يا الله ماني مصدقة هذا اليوم أبد. أنا طالع فيه يا الله جماعة الخير هم من جد يعطون مثلا جوائز لما أحد يتزوج، ما أدري وش فيه من جد. وهذه الفترة مرة انشغلت عن سعود لدرجة ما تتخيلون أبد، بس مو عن بنتي أبد، والله أبد. كنت دايم أخذها معاي وكنت دايم يا الله، حتى لدرجة إن أمي ما صدقت. يعني هي قالت بالبداية إيه راح تصير حنونة، بس مو لهذه الدرجة، بس من جد صرت مرة حنونة عليها لدرجة ما تتخيلونه. المهم جاء يوم الزواج، خلص يا الله يا إني كنت متكشخة ذيك الكشخة. يمكن أول مرة سعود يشوفني بهذه الكشخة. اتكشخت ببيتنا، أو بمعنى أصح لبست وضبط. ولما صرت جاهزة قلت لسعود مشي. طالع فيني تخيلوا من جد من فوق لتحت نظرات، يقول لي وين؟ قلت له ماني فاهم. قال وين راح تروحي بهذا الفستان؟ قلت له العرس. سلامات، اليوم عرس أختي إذا ما تعرف. قال إيه أدري إنه هو عرس أختك، بس يعني ما شاء الله هذا لو عرسك ما راح تلبسين كذا. وأنا عنت اللي لازم أطلع بهذا الفستان. قال طيب عشان لا تزعلين، وبس يحذرني وأنا بالسيارة إذا تبين أي شيء لا تطلعين، لو شفتك تطلعين برا قاعة الحريم أنا وش راح أسوي فيك، إذا تبين شيء دقي علي ما أدري وشو. خلاص طفشتني بتعليماتك اللي ما تنتهي. المهم الحمد لله مرت هذه الليلة وكانت مرة حلوة. يمر يمكن شهرين أو 3 بدأت ألاحظ إنه هو من جد يمكن هو فهم إن، لأن من جد من جد يا جماعة ما في أحد يفهم. لا تقنعني إن أنا المفروض أفهم نيتك الموجود أصلا بقلبك، هذه تظهرها بالتصرفات بالأفعال بهذه الأشياء. المهم بدأ فجأة يرسل لي ورد. فجأة تخيلوا يعني يقول لبنته قول لغرام إني أحبه، قول لغرام إنه غرامي. والبنت تجي مرة مستانسة وتقول لي تعمس بإذني، تقول لي أبوي يقول لي إنك أنت غرامي، إنك أنت حبي. طالع فيله ربي هذا البنت تخرف ولا هذا من جد كلام أبوها. وعلى هذا المنوال 2-3 لين يا الله أسأل من الله ما في أحد أبد أبد يعيش اللي أنا عشته. فهذا اللحظة اللي أنا راح أقول لكم عليها وش هي. فجأة أطالع بالمستشفى أحصل سعود يركض وبحضنه بنته يركض ومرة خايف. قلت بسم الله وش فيك؟
قول بنت تعبانة، أنا وقتها والله قلبي راح يوقف وأركض معاه وين ومدري وشو وأنادي الدكتور. لين الحمد لله طمنا على البنت إنها كويسة وقدامهم كلهم. تخيل كل الدكاترة عرفوا إن هذه المريضة تقرب لي، كلهم جوم وكيفها ويا رب تكون بخير وهذه أختك الصغيرة. وسعود يقول لهم لا، يقول لهم لا ترى هذه بنته. طالع فيله. أنا مرة استانست صراحة اللي هو قال إن هذه بنتي، بس كلهم يقولوا نعم بنته، أنت مخلفة يا بنت، مرة تفاجئين انك متزوجة ومرة تفاجئين انك مخلفة. اصلا 3-4 اللي يشتغلون بالمستشفى ما يعرفون اني متزوجة. وسعود بس يناظر فيني وهذه نظرة الفخر ويقول ايه هذه زوجتي وهذه بنتي. والله ان هذا اليوم كل شيء تبدل. ومن جد مرت يمكن 4-5 سنوات وانا الاحظ ان من جد سعود معاملته معاي جدا كويسة، انه انسان مرة حنون، انه انسان مرة طيب، انه رجال من جد. تعرفون هذه السوالف حقت الرجال الجديدة هذه المادة من لها اصلا طلعت هذه السوالف كلها؟ ابد ما له دخل بهذه السوالف. شوفوا هو اصلا ما شاء الله كان مره يخاف الله، ما يطالع للحريم، ما يتكلم معاهم ولا ابد هذه السوالف. تخيلوا بعد مرور هذه السنوات كلها والله العظيم اني ما اتشمت ابد. اختي صغيره تدق علي وتقول لي يا ليتني ما تزوجت وتبكي وزوجي ومدري وش هو. انا ما ادري ليش والله العظيم فجاه تذكرت كلامها اللي جرحني ان هي تبي تتزوج. دحين اختي كل يوم عند بيت امي تتشكى وان هي تبي تتطلق وان هي ما ادري وش هو. والله اني من جد ما اتشمت. بس انا اقول لكم يا جماعه من جد لا تجرحون احد ابد. ادري انكم راح تقولوا ان هي ما تقصد وانك ما كنت قدامها، بس اختي كانت برضك تقول كلام قدامي، يعني انه صح تلمح، صح ان احيانا تقول كلام مره يضايق. بس تخيلوا بعد مرور هذه السنوات كلها اختي كيف. وانا والله من جد ادعي لها دايم ربي يفرج همها، خليها سعيده مع زوجها. وهذه قصتي واتمنى من جد تكون عجبتكم. وتوته خلصت الحدوته. اتمنى من جد تكون عجبتكم. اذا عجبتكم لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتتركوا لي كومنت حلو زيكم. كنت معكم انا منو، انا مو لايت ضوء القمر. اتمنى من جد ولو اكون سبب بسيط جدا لادخال الفرح والسعاده والسرور والامل على حياتكم يا رب، واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم بهذه الدقائق البسيطه اللي اسرقها من يومكم. اذا كنتوا تتفرجون على هذه القصه قبل لا تنامون احب اقول لكم تصبحون على خير. اترككم بامان وحفظ الله. مع السلامه.